منتخب بلجيكا الضعيف يتعادل مع منتخب مصر القوي بهدف لكل منهما في أولى مباريات المجموعات في كأس العالم 2026 بأمريكا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. زي ما عودتكم في كل الحلقات اللي احنا ما بنقيمش تكتيك ولا بنقيم كورة، احنا بنقيم رجولة، احنا بنقيم شهامة، احنا بنقيم دوافع. والله الواحد اتلخبط. احنا بنقيم الحاجات الحلوة اللي حصلت في الملعب النهاردة. انا عاوزك ترجع للحلقة بتاعتي من 3 ايام بالظبط، وقلت لك نجوم منتخب بلجيكا خائفون من منتخب مصر، وقلت اللي هيسمع الفيديو هيشوف العنوان هيقول عليا مجنون. طب انا عاوزك تعيد الحلقه بتاعتي تاني، وبص على دي بروين، وبص على دوكو، وبص على لوكاكو، وبص على تروسار، وبص على كل فرقه بلجيكا. كانوا خايفين من منتخب مصر النهارده. ما تكلمنيش لو حد كلمك وقال لك بس بلجيكا كانت ماسكه كوره. كلموا عن محمد هاني. لما حد يقول لك بس محمد هاني جاب جول في نفسه، قول لي دوكو راح ناحيه اليمين وراح ناحيه الشمال وراح في نص الملعب وطلع من هدومه في الاخر. المدرب طلعه هو دي بروين. لو حد قال لك بس منتخب مصر كان اخر 20 دقيقه كان مش عارف ايه، قول له منتخب مصر عمل كل حاجه حلوه. منتخب مصر حاجه جميله. منتخب مصر زي الفل النهارده. زي ما اتفقنا، انتوا رجاله خايفين من ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. زي ما قلت لكم يا جماعه، كره القدم مش كلها تكتيك، كره القدم مش كلها خطط، كره القدم مش دي بروين ودوكو وكورتوا وتروسار. كره القدم 11 قدام 11. ال 11 الرجاله، ال 11 اللي عندهم دوافع، ال 11 اللي متمركزين صح في الملعب، اللي بيلعبوا برجوله، اللي بيلعبوا بشهامه، هم اللي بيكسبوا المباريات. الحمد لله، الحمد لله. 1-1 نتيجه مش بطاله، واحنا كنا طمعانين اللي النتيجه تبقى احلى من كده. بس كويس على اول مباراه في المجموعه. كلكم كنتوا رجاله، كلكم على قد المسؤوليه. ما حدش يكلمنا النهارده عن خطه، لان حسام حسن ابدع في التشكيل النهارده. ما حدش يكلمنا على اي نجم من نجوم بلجيكا. نجوم مصر افضل النهارده. ما حدش يكلمني على امتلاك الكوره، هقول له حمزه عبد الكريم. ما حدش يكلمني على نجوم 5 ستارز من بلجيكا، هنقول له ابراهيم عادل، وهنقول له مهند لاشين، وهنقول له مروان عطيه ومحمد هاني، وهنقول له مصر كلها رجاله وجابت رجاله النهارده. ولولا الحكم في اخر 5 دقائق بلانتي واضحه لزيزو، حتى لو مش بلانتي يحسبها ضربه حره مباشره على حدود ال 18. ولكن الحمد لله، الحمد لله. نستفاد ايه؟ نستفاد، خلى عندكم ثقه يا رجاله في امكانياتكم. خلى عندكم ثقه اللي انتم كويسين. خلى عندكم ثقه اللي انتم بتمرروا كرة حلو وواقفين كويس وتمركزكم كان حلو. كنتوا بتلعبوا فرقه تقريبا رقم 6 او 7 على العالم. انتوا كنتوا احسن منها. اخر 10 دقائق انتوا اللي ممتلكين الكوره. شبل 17 سنه حمزه عبد الكريم، مش عاوز نقول شبل، عاوز نقول نجم. في اخر دقيقه بيحط رجله في كوره كانت هتيجي جول. مرموش لولا القدر والكره غيرت اتجاهها وراحت ضربت في العارضه. هنقول ايه ولا ايه؟ والله الواحد اتلخبط ما عارف يقول حاجه. الحمد لله على كل شيء. نستفاد يا جماعه، نستفاد من الماتش ده وتبقى بدايه حلوه وبدايه زي الفل. ونستثمر اللي احنا عملناه النهارده، ونستثمر المجهود ده في الماتش بتاع ايران والماتش بتاع نيوزيلندا بعد كده. وان شاء الله نطلع اول مجموعه ويبقى طريقنا سهل بعد كده. رجاله، وعودتونا تبقوا رجاله، وان شاء الله تفضلوا رجاله على طول. وكلنا وراكم وكلنا وراك يا حسام. في الاخر، في الاخر احنا متعودين اللي احنا بنقيم اداء لاعيبه منتخب مصر. قبل ما نقيم بالله عليكم اعذروني، انا مبسوط من الاداء النهارده، انا مبسوط من النتيجه. طمعان اللي احنا كنا نفوز، ولكن قدر الله ما شاء فعل. زي ما عودتكم اللي احنا في نهايه كل مباراه بنقيم اداء لاعيبه منتخب مصر. مصطفى شوبير 10، محمد هاني 10، وخلى دوكو
يتحرك في 3 4 اماكن، شمال ويمين وفي نص الملعب، وفي الاخر طلعه بره. ياسر ابراهيم 10، حمدي فتحي 10، فتوح 10، مروان عطيه 10، راجل يا مروان. مهند لاشين 10، راجل يا مهند. امام عاشور العريس 10 على 10. صلاح مفيش اجمل من كده يا صلاح، خبرتك في الملعب بالدنيا. مرموش 10 على 10، الحظ ما كانش معاك يا مرموش. زيكو بدايه ولا اروع ولا اجمل يا زيكو. راجل رجول، رامي رجوله 10 على 10. حمزه عبد الكريم مفيش احلى من كده يا حمزه، واللي جاي احسن. زيزو رائع يا زيزو 10 على 10. كريم حافظ 10 على 10. ابراهيم عادل 10 على 10. حسام حسن 10 على 10. كل منتخب مصر 10 على 10. شكرا ليكم والى اللقاء، دمتم في رعايه الله. انتظرونا في الماتشات وفي التعليقات اللي بعد كده. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.